كفايه تنطيط على الكنبه، مفيش لعب كوره في البيت تاني. حرام عليكم، كفايه لف حواليا خيلتوني. عايزه تقولي لطفلك لا على حاجه، قولي له لا وفي نفس الوقت اديله البديل. بلاش تنطيط على الكنبه، لكن هنروح النادي بالليل وهنتنطط على الترامبولين، او خش تنطط جوه في اوضتك على السرير، بس خلي بالك احسن دماغك تتخبط في شباك السرير. مفيش لعب كوره في البيت، لكن خد الكوره بتاعتك وعدي على اصحابك ولاد الجيران والعبوا كوره في الجنينه او في النادي. انت عايزه تعيشي في سلام والطفل عايز يلعب او عايز حاجه معينه. طيب ايه رايك بقى نقرب وجهات النظر باننا نقول له لا صحيح، لكن نقدم له البدائل المتاحه اللي ينفع نعمل بيها اللي هو عايزه. نفتكر دايما ان كلمه لا عشان تتنفذ لازم نوفر دايما معاها البدائل المتاحه، والمبدا ده عمموه في كل حاجه، هتلاقوه بيسهل علينا كتير في التعامل مع الجيل اللي ربنا يا رب يعين عليه. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس بتعملوا ايه لما الكلام ما بيتسمعش، وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.